السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي أفضل حال. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد. النهاردة يا جماعة بإذن الله وكالعادة طبعا كل فترة بنجيب كده أغنية أو بنجيب موهوب جميل من دولة الجزائر نبينه طبعا على القناة. النهاردة بإذن الله هنسمع أغنية جميلة جدا. حقيقي يا جماعة الجزائر فيها طبوع مختلفة وطبوع طبعا متعددة، من كل ولاية بتختلف عن الولاية التانية كطبوع وكطبعا فنون. حاجة فعلا جميلة جدا لما بنسمعها. بيعجبني بجد فعلا الفن الجزائري المرموق طبعا اللي بيوصل بجد لقلوب الناس بسهولة جدا، ووصل طبعا للعالمية لأنه بيحصل على شهرة عالمية حول العالم. الكل طبعا بيحب يتغنى بيه. دي حاجة طبعا يعني مش كلام يا جماعة، دي فيديوهات ووثائق بتدل على كده إن فعلا الفن الجزائري وصل للعالمية بسهولة جدا، لأن طبعا كلماته بسيطة جدا، الغناء بطريقة جميلة. حاجات فعلا يا جماعه يعني المؤلفين بيألفوها ان هم ما يصعبوش على اللي هيغنيها، لا بيألفوا بطريقه جميله. روحهم الحلوه الروح الجزائريه بتظهر طبعا من خلال الفيديوهات. ودي حاجه مهمه جدا يا جماعه ان احنا نظهر روحنا الكويسه، يعني مش اي اداء وخلاص، لا لازم كده نظهر روحنا الكويسه. ممكن واحد يغني بطريقه ان هو بيأدي واجبه وخلاص، لا الموهبه دي يعني بتبقى حاجه مهمه جدا في حياه الموهوب ان هو يقدم الفن بطريقه كويسه وبطريقه طبعا تخش على قلوب الناس بكل سهوله. النهارده زي ما قلت لكم هنسمع مع بعض اغنيه جزائريه جميله جدا، وكالعاده هستنى اراكم في الكومنتات. لكن يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو مع بعض ما ننساش طبعا ندعي دعوه حلوه من قلبنا طبعا لاخواتنا في سوريا وفي فلسطين وفي السودان، ربنا يصلح احوالهم ويعدل شانهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويصلح احوال الدول العربيه والاسلاميه جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وما تنسوش كمان يا جماعه لو لسه ما اشتركتوش في القناه يسعدني جدا انضمامكم معايا في القناه، شرف كبير ليا طبعا اعتز وافتخر بيه. مش طول عليكم، تعالوا نسمع مع بعض الفيديو وباذن الله نعلق في مضمون الفيديو. قلب للعين سالت على الخدين، دمعة من قلب للعين سالت على الخدين وسالت على الخدين، سالت على الخدين، سالت على الخدين، سالت على الخدين، دمعة 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 ودمعة قلب للعين سالت على الخدين، دمعة من قلب للعين سالت على الخدين وسالت على الخدين، سالت على الخدين، سالت على الخدين، سالت على الخدين.
قسم قلبي نصين، نار وجمر لهبين، نار وجمر لهبين، نار نار وجمر لهبين، نار وجمر لهبين، نار وجمر لهبين، دمعة ودمعة دمعة من قلب للعين، زادت على الخدين، دمعة من قلب للعين، زادت على الخدين، وزادت على الخدين، زادت على الخدين، زادت على الخدين، وزادت زادت على الخدين. يا خوتي راعو ترى كانش حاكم ومدرس علم الهوى يعرف معناه، يغصب لي راه شقفي يتلطم في بحر العشاق والمال غطاه. بكري كنت الصغير لسه نتعلم، حكم في شط البحر وندور معاه، بركة قدر صاحب القدرة وحكم، ودخلنا بحر الظلام وعاشرناه، ادخلتون نلقى الخلايق. الله بجد يا جماعة، هي كده دايما الأغاني الجزائرية بتخش قلوب الناس بسهولة جدا، الكل بيحب يسمعها. يعني أنا واحدة من الناس بقيت من عشاق الفن الجزائري. الفن الجزائري بطبوعه المختلفة كلها طبوع جميلة جدا. يعني أنا لما سمعت الحوزي قلت أسمع الشاوي، عجبني الشاوي. سمعت القبائلي يعني قلت أسمع الراي، عجبني الراي. يعني كله يا جماعة مختلف، حاجة فعلا كده تحس إن أنت بتسمع كوكب كده شامل كل شيء. يعني مش حاجة واحدة بس، لأ، حاجة كده متنوعة. دي أجمل حاجة بصراحة بتعجبني في الجزائر، ان هي دولة متنوعة، حتى في مدنها متنوعة. يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليكم. حاجة بصراحة جميلة جدا، حاجة احنا يعني بنحبها، بنعتز بيها كمصريين، ان احنا نتعرف طبعا على الشعب الجزائري، نتعرف على العادات والتقاليد الجزائرية، نتعرف على الفن الجزائري بكل مشتقاته اللي فعلا بيخطف القلب اول لما تسمعه. بجد الأغنية جميلة جدا. نكمل مع بعض. تتعاوم واصحاب المحنات قذافين معاه، واحد راكب فيه فلوكة تتلطم، والمقذاف قديم راشي ما سواه، واحد راكب فيه سفينة متنعم متهني لاباس والخدام معاه. الرايس قلت له ارجع راك تندم. ميكرو. آه 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 الرايس قلت له ارجع راك تندم، حط قلاعك رد شقف الناصوراه. انطق لي وقال لي، واش قال لي؟ قال لي لاش تخمم، هذا العمر اللي يبقى لاش بغيناه، إذا كان طويل عمرك لا تندم، وإذا كان قصير هذا أجله جاه. بعد شافوني الرياص ندعم، قالوا عيب نرجعوها على مثناه، طلعت علامات محال نسلم. زي ما سمعنا كده يا جماعة مع بعض الفيديو، بصراحة أنا هستنى أراكم في الكومنتات. الأغنية فعلا مش محتاجة تعليق، لأن الفن الجزائري معروف. يعني بقول لكم وصل للعالمية، شهرته وصلت للعالمية، كل دول العالم اتغنت بيه. دي حاجة فعلا جميلة جدا يا جماعة. هي الجزائر قارة، يعني كوكب كده مشتمل كل شيء، كل حاجة موجودة في الجزائر. أي حاجة عايز تشوفها في الجزائر هتروح هتلاقي منشآت بسم الله ما شاء الله، بنية تحتية غاية في الروعة. يعني مدن جميلة جدا، حتى الفن التراث حاجة فعلا جميلة جدا يا جماعة، تعبر فعلا عن أصالة وشهامة طبعا وجدعنة أهل الجزائر. يعني الواحد مهما يتكلم بصراحة، مش متميزين بس في الفن، لا، متميزين في كل شيء. عشان كده بقول لكم مش غريب عليا لما اسمع أغنية جزائرية جميلة جدا وتخطف قلبي. يعني كفاية بس يا جماعة الشعب الجزائري بروحه الجميلة. يعني الفنانين كمان الجزائريين هيقدموا فعلا الفن بروح جميلة. فهي دي يعني الطباع أو الحاجة اللي أنا عاوزة أوصلها لكم، حاجة فعلا مهمة جدا. الواحد لما بيقدم حاجة بيقدمها بروحه كويسة، بيقدمها ان هو عايز يتقنها، فبتوصل للناس بسهولة جدا. فبسم الله ما شاء الله بجد. والفيديو بصراحة جميل جدا. هستنى آرائكم في الكومنتات كالعادة. وشكرا جدا لحضراتكم ومتابعيكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الرحمن، مع السلامة.